والنهارده معانا ملخص قصة جديدة، وقصتنا بتبدأ بشاب اسمه تشينج. وتشينج هو رئيس عصابة، يعني المفروض إن شخص ما عندوش رحمة، وشغلته تحصيل المديونيات من التجار، والتاجر اللي ما بيدفعش يبقى مدعي عليه، وده لأنه بيتروق عليه. وتشينج أساسا شغال تبع شركة، فمستعد إنه يعمل أي حاجة في سبيل إنه يرجع الفلوس المهدورة. وأول ما التاجر شاف جنانه وإنه مستعد يموت نفسه عشان ياخد الفلوس، قعد يترجى إنه يستنى عليه شوية، لأنه محتاج الفلوس عشان يعمل لابنه عملية، وإنه للأسف لو ما عملوش العملية هيعيش باقي حياته مشلول. ولما حس إن برضه كلامه مش مأثر في تشينج، فاستسلم خلاص للموت، بس اترجى إنه ما يقربش من أهله. وفي اللحظة دي يظهر الوش التاني لتشينج، وبدل ما يأذي الراجل طلع فلوس من جيبه واداها للتاجر عشان يهتم بابنه لحد ما يعملوا العملية، لدرجة إن التاجر انصدم وما كانش مصدق، ويسيبه يطلع للضحية التانية، واللي شرب له بنزين عشان يهته وغرق له المحل كله بنزين. فالراجل من خوفه طلع على طول الفلوس، وقعد يتأسف لتشينج كمان. وهي دي صاحبة الشركة اللي شغال فيها واسمها تساي، واللي اتجننت اول ما عرفت ان الفلوس ناقصه، لدرجه انها كانت هتضرب الرجاله بتاعته، بس قال لها ان الذنب مش ذنبهم، وان الراجل ابنه تعبان ومحتاج مهله، فطلبت منه يطلع على الضحيه الثالثه، واللي كان وقتها اساسا محجوز في المستشفى. ودخلت عليه بنته اللي كانت بتراعيه في المستشفى واسمها وو، وطلبت منه يخرج بره الغرفه لانها بتحمم ابوها، بس هو اساسا اول ما شافها اتثبت لانه اعجب بها من اول لحظه. وقال لها على فكره والدك مديون بفلوس، فقالت له ما حلتش حاجه، فعرض عليها انها تشتغل معاهم وهتكون شغلتها مرافقه الاغنياء. فتعصبت عليهم وقالت لهم انا ممكن اوديكم في داهيه دلوقتي باللي انتوا بتقولوه، وخصوصا ان المكان فيه كاميرات مراقبه. فقال لها طب هستاذنك بقى ناخد ابوك نفسحه شويه. بس لما جم يخرجوه من المستشفى فقالت لهم انها موافقه تدفع ديونه، ومضت لهم كمان على الورق، ولان تشينج شخصيه ضايعه فمقضيها برضه مع بنت ضايعه مقابل انها تسدد ديونها. وكان رايح لها وهو مش مركز معاها خالص، لانه من لحظه ما شافه ما بقاش شايف غيرها تاني، لدرجه انه راح لها مكان شغلها وبدا يراقبها من بعيد لبعيد، وفضل ماشي وراها برضه لحد ما وصلت بيتها، وخد باله انها بتدخل من مكان ضيق بسبب الموتوسيكلات اللي ماليه المكان، فسحب واحد عشان يوسع لها الطريق مره تانيه. ما هو خلاص بقى هيمان، فبقى مستعد يعمل اي حاجه عشان ينول الرضا، وعشان كده بقى عامل لها زي اللزقه. ولسه يا دوبك بتبدا يومها بفطارها، لقت اللي قاعد لها قدامها، فاول ما شافته اتخنقت منه وقالت له انت عايز ايه؟ المهله لسه ما انتهتش. بس هو حب يستدرجها تاني عشان يعرف نهايتها، وقال لها ان اصحابي بيسالوا عليكي، ولو سمعت كلامه واشتغلت معانا هتاكلي الشاهد، وخلي بالك دي شغلانه محترمه، لانك مش هتعملي حاجه غير انك هتاكلي معاهم وبس. لا محترم على الاخر، وانت اساسا كده كده بتاكلي. فتعصبت منه وقالت له شكرا يا سيدي، وفر خدماتك لنفسك وهدفع لك قبل ما تخلص المهله. وسابته ومشيت قاعد حيوان سلبندر. وهنا بنعرف ان تشينج عايش مع اهله، والده واخوه، وبتدخل عليه العفريته بنت اخوه الصغيره، وهي بتصحيه من النوم وبتهزقه لانه ريحته زباله من الشرب، وبتضربه بالرجل كمان عشان اداها فلوس. فصيحه غصب عنه وادالها، ولما فاق من نومه لقى اخوه بيتخانق مع مراته، وزي اي زوجه بعد خناقه شديده بتطلب الطلاق من جوزها، وبدل ما يهدي النفوس بينهم قال له يا عم ما تطلقها وتريح نفسك، هي كل يوم هتفضل تهددك بالطلاق. ولان اخوه راجل متجوز وخبره فقال له يا عم ده كله هري، لا هتطلق ولا نيله، ما انت شايفها بتنظف المكان اهي. ولان تشينج ما عندوش خبره فساله ازاي بيتعامل معاها، فقال له يا سيدي كل الموضوع ان هي عايزه ان انا اعتذر لها حتى لو انا مش غلطان، هي دماغهم كده. فجه في باله على طول ان يعتذر له، يمكن تكون عايزه اعتذار هي كمان وتتصلح الامور بينهم، وعلى طول طلع لها في مكان شغلها. فاول ما شافته قدامها اتصدمت، بس هو قاعد يعتذر لها وانه ما كانش يقصد يقول لها الكلام ده، وانها فهمت قصده غلط في الشغلانه اللي كان قايل لها عليها، ولانها اساسا مخنوقه منه ومش طايقه منه كلام، فبدات تطلب كل الارقام اللي بعده عشان تمشيه من قدامها باي طريقه. بس هو تقريبا كده كان مقطع كل التذاكر اللي كانت موجوده، وفضل برضه يعتذر لها ويتاسف لها. ولما لقاته متنح لها فقالت ما بدهاش بقى، وقامت نادت له على المدير بتاعها. فالمدير بتاعها جالها بسرعه وقال لها مالك، وهو بيحط ايده على كتفها. فتشينج اتجنن وهو بيقول له انت بتعمل ايه وشوف انت حاطط ايدك فين. فالمدير قال له مفيش حاجه ده سوء تفاهم. فقال له سوء تفاهم؟ طب اخرج لي هنا يا حيوان. ودخل للمدير ضحره جوه من الضرب، وهو بيقول له انت بتتحرش بالموظفات، ده انت ليله ابوك سودا. وعشان تخلص منه كلمت له الشرطه، بس طلع منها بكل سهوله لان المدير سامحه ومرضاش يكبر الموضوع، ولانه خلاص بقى عايز يقرب منها باي طريقه. فرجع البيت وسطر جدول محترم، وتاني يوم قابلها واداهولها وقال لها من الاخر كده انا عايز اساعدك عشان ما تضطريش تدفعي ديون ابوكي، وكل المطلوب منك تخرجي معايا في موعد، وكل ما هنخرج مع بعض هنملى مربع من المربعات دي، واول ما كل المربعات اتملى اعتبري يا ست ان دينك اتسدد. فاتصدمت وقالت له هخرج معاك انت؟ وبكل هدوء حمته بالعصير بتاعها وسابته ومشيت، وهو بقى قاعد هيتجنن لان الناس كلها بقت قاعده تتريق عليه.
بس المشكله لما راحت طلبوها المستشفى طلبوها انها تسدد الفواتير المتاخره بتاعه المستشفى، ولان المسكينه معهاش فلوس فاضطرت تلجأ لأقرب الناس ليها وهي خالتها، وترجتها تساعدها انها تدفع فواتير المستشفى لانهم خلاص هيطردوا ابوها. بس خالتها طلعت واطيه وسقت الهبل والدروشه عليها وعملت نفسها مش سامعاها، وفي النهايه قفلت في وشها السكه، فقعدت وحيده وحزينه وما بقاش قدامها حل تاني الا انها تلجأ لتشينج بعد ما للاسف الدنيا ضاقت في وشها. وقبل ما تشتغل معاهم اكدت عليه برضه ان الشغل مجرد انها تاكل مع الزباين، فقال لها انت هتخرجي معايا انا بس زي ما كان عارض عليها قبل كده، فوافقت وبصمت له على الجدول بتاعه وبدأت بالفعل تخرج معاه في موعد، وهي أساسا عصر على نفسها ليمونة، بس هو كان في قمة سعادته وهو بيملى المربعات. لا وكمان بدأ ينضف لأول مرة وراح حلق وظبط نفسه وعمل فوطة سخنة. وفي يوم راحت المستشفى تزور أبوها لقيته قاعد جنبه هو اللي بيهتم بيه، وهو بيقول له إن النهاردة أنت زي والدي. وبعدها خرجوا مع بعض، فقعدت تبص له وهي مستغرباه، والأول مرة بدأت تحس إنها مرتاحة له، وبدأت كمان تاكل معاه. ولما حس إن الدنيا بقت حلوة بينهم فأول ما لمح فندق للعطيطة قاعد يستهبل عليها وهو بيزقها عشان يدخلوا الفندق سوا، بس هي ما عبرتوش وسابته ومشيت وهو ماشي وراها مدلدل راسه. وهنا بنشوف رجالته وهم بيضربوا تاجر ومراته عشان ما بيدفعش الفلوس اللي عليه. ووقتها تشينج كان معدي في الشارع، واول ما لمح رجالته بيضربوا الناس راح لهم بسرعه وضربهم هم. وفي نفس اللحظه كانت هي معديه وشافت اللمه، ولما قربت شافت تشينج وهو ماسك الراجل من قفاه ومدخله المحل، فاتصدمت اول ما شافت اللي بيعمله لدرجه انها خافت منه، وخصوصا مع كلام الناس اللي واقفه، ورجعت تغير فكرتها عنه تاني بعد ما خلاص كانت هتقرب منه. ولما راحت تاني يوم المستشفى تزور ابوها لقيته مش موجود في سريره، واول ما عرفت ان هو اللي خده يفسحه خافت على ابوها منه وطلعت تجري وقعدت تبص لابوها لا يكون عامل فيه حاجه، وهو اساسا كان واخده يمشيه شويه بدل رقدته في السرير. بس هي خلاص ما بقتش مطمنه له وقالت له يا ريت ما تجيش هنا تاني ولا تدور عليا، وفي اقرب فرصه هسدد لك كل فلوسك. فاتصدم من تغيره المفاجئ لانهم امبارح كانوا زي السمن على العسل، بس هي اصرت وخدت ابوها ومشيت. فقعد ينادي عليها وهو بيقول لها بحبك، بس هي برضه طنشته وسابته ومشيت. فرجع البيت وهو سكران طينه لانه بالفعل حبها بجد ومش فاهم ايه سبب تغيرها المفاجئ. وراح لها تاني يوم المستشفى برضه هو مش شايف قدامه وعمال يتطوح، وهو بيزعق في المستشفى يقول لها انا اساسا ما بحبكيش. بس المفاجاه ان ابوها ما كانش موجود على سريره وعرف انه توفى، ولانها وحيده وملهاش حد فعملت له عزا على الضيق. بس تشينج طلع قمه الرجوله ولم العصابه بتاعته كلها وراح لها العزا عشان يوجب معاهم ما يسيبهاش لوحدها، وهي واقفه مصدومه من اللي بيعمله، وفضل واقف جنبها لحد اخر لحظه وقعدت تبص له من تحت لتحت وهي مستغربه تصرفاته، لحد ما جالها اصحاب المحل اللي كانوا بينضربوا عشان يعزوهم كمان لانهم فكروا انها مرات تشينج بسبب اهتمامه الزياده بيها. فسالتهم اذا كان هو اللي بوظ لهم المحل بتاعهم، فقالوا لها ان رجالته هم اللي عملوا كده، اما تشينج كتر الف خيره لان هو اللي ساعدهم. فتاكدت انه شخصيه طيبه، ولما راح معاها بيت عشان يوصلها شكرته على كل اللي عمله معاها. ولان تشينج بر بابوه راح له تاني يوم الصبح في مكان شغله واداله كمان مكملات غذائيه عشان يهتم بصحته. وقتها والده انبسط منه جدا، وزمايله في الشغل كمان قعدوا يحسدوه على ابنه وسابه وطلع الحب الاولي، وكان جايب لها برضه فطار ومكملات غذائيه، فبدات تعجب بيه كمان. لا وكمان بدات تهزر معاه، ولما جه يسيبها ويمشي ندهت عليه والأول مرة تخرج معاه في موعد بكامل إرادتها، وسألته إذا كان معجب بها بجد وإيه سر إعجابه بيها، فقال لها عشان رجليك طويلة وريحتك كمان حلوة. وهي دي كانت بداية الحب بينهم. وفي عيد ميلادها عمل لها جو رومانسي في مكان عام. لا ومش بس كده، ده كمان غنى لها بنفسه، ووقتها كانت طايرة من السعادة. بس سعادتها دي كانت مضايقة ناس تانية لأنهم شايفين إنه مقفرة حبتين، فأول ما سمعت كلامهم اتعصبت عليهم وهي بتقول لهم بطلوا هاري، وحكت له كمان على المشروع اللي نفسها تفتحه، وان امنيه حياتها انها تفتح محل مشروبات بفلوس التامين بتاعه ابوها، بالاضافه انها كمان هتاخد قرض. فبدا هو كمان يفكر معاها عشان يشاركها في حلمها. وبعد فتره كعادته راح يحصل مديونيات، بس المره دي صاحب المديونيه كان عافي حبتين وهو اللي روق عليهم وشلفط وشه. وفي نفس الوقت كانت هي مستنياه في الكافيتيريا ومخنوقه لان النهارده ذكرى 99 يوم على علاقتهم، والبي متاخر ولحد دلوقتي ما جاش، وقيس فجاه يدخل عليها وهو متشلفط. وهي اول ما شافت حالته قلبها وقع من الخوف عليه، بس هو برضه قعد يطمنها. ولما حس انها مش مبسوطه بعد اللي حصل له قال لها انه خلاص قرر يغير مهنته ويبعد عن الشقاوه، وانه هيشاركها كمان في المشروع بتاعها ويبداوا مع بعض صفحه جديده. وتاني يوم راح للعجلوشه رئيسه العصابه وقال لها انه خلاص مش هيشتغل معاها تاني من النهارده، ولانها صايعه قديمه في الشغلانه. فعرفت ان اللي غيره البنت اللي حبها، وحاولت كتير تقنعه انه يكمل معاها، بس هو خد قرار وسابها ومشي وبدأ يجري في تجهيزات المحل بتاعهم. بس اتفاجئ ان تكاليفه غالية جدا وده زعله وعصبه، فحاولت معاه عشان تهديه وما يتضايقش، وقالت له براحتنا على ما نجمع فلوسنا واهم حاجة نكون مع بعض. فقال لها ارجعي انت شغلك بس على ما اخلص انا حاجة وهجيلك. وطلع على العجلوشة تاني وعرض عليها يشتغل معاها تاني عشان يقدر يجمع اكبر كم من الفلوس ويقدر يفتح المشروع بتاعهم.
فقالت له ان في شويه اغنياء جاي لها بكره عشان يلعبوا قمار عندها، واقترحت عليه يجيب كل الفلوس اللي معاه، ولانها بتنصب على الزباين فكل ما الفلوس تكتر هيكسبوا اكتر. فرجع البيت وهو محتار لانه بقى عايز يفتح المشروع باي طريقه، وعشان كده فكر ياخد فلوس هو كمان واللي هي كانت سايبها له عنده. وبعد فكره عميق راح لها وهو مبسوط واداها فايل عشان تختار منه الحاجه اللي هتلزمها في تجهيزات المكان. فاستغربت وقالت له هتجيب فلوس منين لكل الكلام ده؟ فقال لها ما تلاقيش معايا قرشين مدكنهم من بتوع المعاش. فقالت له تاني مش فارق معايا كل الكلام ده، اهم حاجه نكون موجودين مع بعض، ولانه تشينج اللي مقطع السمكه وديلها. فقال لها عيب عليك تقول الكلمتين دول، ده انا لازم اعيشك برنسيسه، وبكره هروح الشركه اخلص موضوع الفلوس وهجيلك، وبعدها اقابلك عند صاحب المحل اللي هنأجر منه. ففرحت جدا بثقته وكلامه، فقعدت تروق عليه وتنضف له ودانه، وهو بيقول لها اول ما نفتح المشروع والدنيا تستقر معانا هنتجوز على طول، ووقتها هتكون حلت الذكرى السنويه لوفاه والدك، وهاخدك ونروح له سوا عشان يشوف بنفسه ان مخلي بالي من بنته، وانها من النهارده مش هتكون وحيده تاني، ولانه حاسسها انه امانها وظهرها وسندها. فقالت له بحبك من غير ما تفكر. وفي عز الرومانسيه والسلطنه المعفن عمل بومبا لدرجه انها كانت هترجع من الريحه، وقامت بسرعه تفتح باب الاوضه. فقال لها ما ده معناه ان انا بحبك. فقالت له حب ايه ده، الله يلعن ابو ده حب. وقعدت تهوي في الاوضه على اخرها، ومش فضها بقى سيره، لا اداها كمان قنبله مسيله للدموع. وتاني يوم خد تحويشه العمر كلها وراح للرئيس عشان يامر بيهم، وواقف قلقان وهو بيبص في ساعته ومستني الرئيس تجمع له الغله عشان تديها له، ولانه اتاخر على ابوه فرن عليها عشان يطمنها انه جاي. وهي وقتها كانت قاعده مع صاحبه المحل، وبرضه كانت قلقانه لانه اتاخر عليها، بس للاسف ما كانش في شبكه في المكان، فبدات تتوتر وتقلق. وقال ايه في نفس الوقت تدخل عليهم عصابه وكلهم مقنعين وبدأ يضربوا فيه، وطلع ان ده كله كان مغرز من ترتيب العجلوشه، لان العصابه اللي اتهجمت عليهم طلعت رجالته، وكانت قصد تاخد كل فلوسه. وبالفعل ضربوه وخدوا كل فلوسه منه، وهي هناك صاحبه المحل سابتها ومشيت لان حبيبها اتاخر عليها، وهي وقتها كانت قاعده زعلانه ومكسوره. ولما جت تروح لقته في طريقها وكان وقتها قاعد ومتبهدل ومتمرمط. فقالت له وهي متعصبه كنت فين؟ انا طول الليل بدور عليك وما كنتش بترد على تليفونك. بس اول ما شافته متخرشم قلقت عليه وقعدت تمسح له في وشه، بس هو اللي رفض انها تلمسه ولانها بتحبه ومش عايزه تزعله. فقالت له مفيش مشكله، نكلم صاحبه المحل ونقابلها بكره ونخلص معاه كل حاجه. بس هو صدمها وقال لها ان الفلوس طارت، فزعلت واتعصبت عليه وقالت له وديت الفلوس فين؟ فقال لها لعبت بهم قمار. وبالرغم من كم الغضب اللي جواها خدت الامور ببساطه وقالت له مفيش مشكله ويلا بينا نروح البيت ونكمل كلامنا هناك. بس المفاجاه ان هو اللي اتعصب عليها، وهو بيقول لها وبقى لسه في كلام بينا فوق من اللي انت فيه، هي دي حقيقتي، وبعد كل اللي انت شايفاه ده لسه عايزه تكملي معايا وعايزه تتجوزيني كمان؟ لا ده انت اكيد مجنونه. ومع ذلك خدت الموضوع ببساطه تاني وقالت له يلا نروح البيت. بس للاسف سوتها اكتر في وشها وقال لها انت لسه ابوك مديون لي بالفلوس، انت مفكره بالجدول اللي انا عملته؟ صدقت انك سددت الفلوس؟ لا ده انت شكلك مجنونه خالص. ولانها جابت اخرها منه فتعصبت عليه وضربته بالقلم، لانها حست انه كان بيتسلى بيها وان اللي بينهم ما كانش حب. وقالت له يا ريت ما اشوفكش تاني في حياتي ابدا، وسابته ومشيت وهي منهاره من العياط بعد ما حست انها خدت اكبر شلوت في حياتها، وهو كمان لسه بيحبها. بس من قهرته على نفسه لقى نفسه بيعمل فيها كده، وبعد ما مشيت فضل مكسور وحزين لدرجه انه قعد يكسر في الحاجه اللي قدامه، ولانه بقى عامل وش وقلبان في الشارع والناس مش عارفه تنام. فالناس كلمت الشرطه وجات له، وللاسف طلع غيله على ضابط الشرطه وفضل يطحن فيه لحد ما كان مصيره السجن. وبعد 6 شهور طلع عفو، واول ما خرج بدا يدور على رئيسة العصابه واللي كانت سبب في دمار حياته، واللي كانت وقتها كبرت وبترشح نفسها كمان لمجلس الشعب. واول ما عرف مكانها راح لها وطلب منها ترجع له الفلوس اللي خدتها منه، لان الفلوس دي مش بتاعته وبتاعت حد تاني. فقالت له فلوس ايه اللي بتتكلم عنها؟ واتعاملت معاه كانه شحات، وعرضت عليه تعمل له كمان تكافل وكرامه. قال يعني كده بتساعده، ولانه عايز يرجع الفلوس له فقعد يترجاها انها تديله فلوسه. بس هي كل اللي عملته له بعتت له راجل من رجالته يديله اكل، واللي هو اساسا رماه له في وشه وسابه قدامه ذليل ودخل. فسابهم وراح للحب الاول اللي مش قادر ينساها، وراقبها برضه من بعيد من غير ما تحس بيه، وفضل ماشي وراها لحد ما وصلت بيتها، وهناك مناخيره بدات تنزف. وتاني يوم طلع المقر الانتخابي بتاع رئيسة العصابه وكسر لها المكان كله، وهددها انها لو ما ادتوش الفلوس هيفجر المكان كله، لانها حست انه بيتكلم بجد فحاولت تهديه. فقال لها هو حزين ومكسور وقت بيخلص، وطلع انه لما كان في السجن اغمى عليه وبدا ينزف، وعشان كده طلعوه بعفو عشان يلحق يتعالج، لانه للاسف باقيله ايامه هيموت. فاول ما عرفت حكايته صعب عليها وادته الفلوس، فخد الفلوس وراح له، واللي اول ما شافته اتصدمت وهي بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فقال لها جايلك عشان ارجع لك فلوسك. فسابته ومشيت وهي بتقول له مش عايزاها، وهي بتقول له انت مديون لي بالله اكتر من الفلوس. ولما حاول يمنعها انها تمشي ضربته بالقلم من غيظها، ومن شده الالم بدا يفقد وعيه. ولما جت تمشي تاني مسكها من ظهرها وهو بيترجاها انها ما تمشيش، وانهار من العياط وهو بيقول لها اديني دقيقه بس اكلمك، على بال ما يفوق من الدوخه اللي هو فيها، ولانها لسه بتحبه فانهارت هي كمان من العياط. وفي النهايه برضه زقته وسابته ومشيت، وعلى ما فاق راح لاهله
وهناك اتفاجئ ان ابوه جاله الزهايمر وبيعامله كانه لسه طفل صغير، وانه السبب في كل اللي بيحصل له لانه دايما بيبهدله في اقسام الشرطه. فاتصدم اول ما شاف حاله ابوه، ولما رجع البيت قعد يزعل اخوه انه ما قالوش على حاله ابوه لما زاره في السجن، بس اخوه اتهم ان هو السبب في اللي حصل لابوه بسبب البلاوي اللي كان بيعملها، وانه كان يعني شغال مع عصابه، فضرب اخوه هو كمان، وبعدها سابه وراح لابوه اوضته. فابوه اول ما شافه قال له مين اللي كسب في الخناقه؟ فقال له انا طبعا. فابوه قعد يشتم في اخوه يقول له يستاهل، الواد ده اساسا مش راجل ودايما عامل لنا وش وحوارات. ومع ذلك نظر اخوه قدامه وقال له بالعكس ده هو اللي كان واخد باله منكم، انما انا ايه، واحد ضايع وفرد رجل ابوه عشان يدلكها له، وهو بيقول له عشان تعرف ان ابنك بر بيك ومدلعك وبيدلك لك رجليك. فابوه قال له لو كنت عايز تبرني بجد كنت اتجوز، بس هو للاسف زعل وما عرفش يرد عليه، وخرج من بيته تاني وهو مكسور وحزين بدون ما يعرف حد من اهله اللي حصل له. وراح تاني لحبيبته في الشغل وبدا يراقبها من بعيد، واتفاجئ انها واقفه مع زميلها، وطلب منهم يخرجوا مع بعض ويتعشوا ويسمعوا فيلم. فاول ما شافها مبسوطه وهي خارجه معاهم زعل ودار نفسه عشان ما تشوفوش، وراح برضه وراها المطعم وهو بيراقبها. واول ما حس انها مبسوطه فرح لها انها هتكون مبسوطه من بعده، وفي نفس الوقت بيعيط لانه هيفارقها لانها كانت اول واخر حب في حياته، وسابها ومشي وهو حزين. ويزيد عليه النزيف كانه مطره لحد ما اغمى عليه في الشارع، ويفوق يلاقي نفسه راقد في المستشفى. وسال الممرضه ازاي وصل للمستشفى، فقالت له ان في واحده قريبتك جابتك هنا، ولما سالها عن اسمها عرف انها حبيبته. فاتصدم اول ما عرف، وطلع انها كانت واخده بالها وهي في المطعم وكانت شايفاه وهو بيبص عليها. واول ما مشي خرجت وراه، واول ما شافته مغمى عليه والناس ملمومه حواليه قلبها وقع من خوفها عليه، وده لانها لسه بتحبه. ولما رجعت له الغرفه تاني عشان تطمن عليه ما لقتوش، وعرفت من الممرضه انه راح موقف الباص، فطلعت تجري وراه عشان تلحقه قبل ما يسافر، لانها عرفت انه خرج من السجن بدري عشان يتعالج بعد اللي حصل له، وان خبى عليهم كلهم الحقيقه لانه ما حبش يكون عبء عليهم. وحست نفسها كانت قد ايه قاسيه عليه لما ترجاها انها تستنى وسابته ومشيت. ووصلت الموقف وهي هتتجنن وعماله تدور عليه في كل مكان وهي بترن على تليفونه. واول ما شافته قدامها روح رجعت لها، وهو كمان اول ما شافها انهار من العياط والفرحه، وهي كمان انهارت من العياط وهي بتترجى انه ما يسيبهاش. وخدته ورجعت البيت من تاني وهي بتحاول ترسم البسمه على وشه، وحلقت له كمان دقنه بنفسها وروقت عليه عشان يكون جاهز لدخول العمليه. ولما عمل العمليه وخرج بالسلامه فضلت طول الوقت جنبه وهي بتقرا له القصص اللي تشجعه انه ما يستسلمش عشان المرض ما يهزموش، لانها بقت طول الوقت خايفه انه يفارقها. وفي عز خوفها قال لها اول مره شفتك فيها وانا حبيتك من اول لحظه. وفي عز حزنها عشانه نزل كلامه على قلبها زي البلسم، فطارت من السعاده بحبه ليها ووجودها جنبه. وبكده تخلص قصتنا. اتمنى في النهايه تكون عجبتكم، وانتظرونا في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.